قول لنا وضع الاصابات عندك ايه يا فندم؟ دلوقتي احنا كنا في المطار وكان في تجمع للركاب كبير، والتجمع ده كان قدام الباب نتيجه لكل الناس خلصوا الماتش عايزين يسافروا وضغطوا على الباب. الحقيقه في الموقف ده ما حصلش اي اصابات، كان معايا تيم طبي ب 12 طبيب على اعلى مستوى في جميع التخصصات مكلفين من وزاره الصحه، ولفينا على كل الركاب الاف الركاب ما فيش ولا مصاب في دول. طلعت بالطاقم الطبي، خليت 5 في المطار عشان لو حد جه، وطلعنا معايا 7 اطباء، رحنا مستشفى الاطباء المكلفين بتوجه ناس فيها ما جالهمش ولا مصاب غير حالات بسيطه نتيجه لكسر الازاز اثناء سير عباره عن خدوش طفيفه وطلعت في الحال. دلوقتي متوجهين لمستشفى اسماعيل فؤاد ومعايا الاطباء وطاقم الاطباء برضو هنطمن على دكتور ممدوح، هل في اي حاله وفيات عندك؟ ما فيش وفيات خالص ولا في موقف كده. انا قابلت الفنان ايهاب توفيق ومعاه شويه فنانات في المطار، حصل لك حاجه؟ قالوا ان انت حصل لك حاجه. راجل زي الفل وبيضحك وبيغنوا وبيهزروا. الستات اللي معايا هم قالوا له اصل احنا سمعنا ان واحده قطعوها، اصل احنا سمعنا. يا جماعه احنا سمعنا، احنا معانا ما شفتش غير الفنانين يا غير الجماهير العاديه هل في اي حاله وفيات؟ بقيه الجماهير العاديه السفير قاعد في السفاره ومطلع اطقم ندور على مصابين. مش لاقي، انا مش لاقي مصاب. انا بدور، انا معايا عربيه ومعايا 8 اطباء همسح الخرطوم كلها عشان لو لقيت حد اساعده. خليك شغال لغايه الصبح يا دكتور ممدوح. معلش صاروا بلادي. انا لغايه بعد بكره ما عنديش مشكله، ومعايا اطبائي ومعايا ناسي وبنلف والدكاتره كلهم بيطمنونا. ما فيش حد اتوفى، ما فيش حد اتضرب بسكينه، ما فيش حد حصل. كل الاصابات طفيفه نتيجه لرمي الطوب على الازاز. شكرا. انا شغال لغايه الساعه 8 الصبح هجيب الخرطوم كلها. شكرا دكتور ممدوح علي المستشار الطبي لسفارتنا في الخرطوم. وزي ما قلنا لحضراتكم ليله حزينه